السلام عليكم، ايه الاخبار؟ جاهزين جاهزين للتحليل ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله نكون موفقين فيه كلنا، ونبدا نعمل ارباح حلوه الاسبوع الجاي. عاجبني السلسله دي، ان شاء الله كل يوم او كل يومين كل ما الاقي فرصه كده او الاقي السوق بيتحرك وواضح للكل نبدا ان شاء الله نشتغل عليه، ونبدا ابعته لكم. انا عامل لكم اصلا بلاي ليست ده مخصوص ليكم الناس بتوع التليجرام. لو انت مش على التليجرام هتلاقي ان شاء الله التليجرام انا سايبهولك في الوصف الفيديو. ابدأ شرفنا هناك ان شاء الله. هتلاقي هناك متابعة التحليلات يوم بيوم بإذن الله. طيب، اولا انا كنت عايز ابعت التحليلات كلها مرة واحدة، ولكن بدأت بالزوج ده فلقيت فيه شوية شغل كتير كده اللي هو الباوند دولار، فحبيت ان انا انزله لكم دلوقتي، وبكرة ان شاء الله الصبح هنزل لكم بقية التحليلات عشان تلحقوا لو هتنقلوها على الشرط عندكم قبل ما السوق يفتح بإذن الله. طيب، لو فتحنا هنا بداية الفريم الأربع ساعات، أنا هنحلل من الصفر مع بعضينا. هتلاقي إن أنا عندي إيه هنا، هتلاقي أنا سوري هنحلل من الصفر، ولكن أنا حللتها يعني، ولكن مسحت كل الكلام ده فوق هنا أهو. مسحت كل الكلام ده عشان تبدأ الناس طلبت مني أحلل من الصفر عشان تبدأ برضو تعرف يعني تحلل من الصفر وتبدأ تطلع بأكبر استفادة. عندي على الأربع ساعات كانت آخر قمة عندي، سحب سيولتها من المنطقة دي وبدأ السعر يعمل إيه؟ يعمل هبوط. طيب بالنسبة للأربع ساعات هو مش واضح قوي، ولكن أنا بالنسبة لي لما السعر هبط هبوط حاد ده، عمل لي هنا بريكر بلوك في المنطقة دي كده، وشرحناه من ساعة لسه منزلين الحلقة بتاعته، والسعر بدأ يهبط. طيب، هل السعر عمل لي تغير في الاتجاه بالنسبة للأربع ساعات؟ والله إلى الآن لأ. طب فين المناطق الشرقية بتاعتي؟ كان عندي المنطقة دي منطقة شرائية ولكن اتكسرت او اتسحب سيرتها والسعر طلع شوية، وبعد كده عندي الاكستريم اوردر بلوك في المنطقة دي. هو اخر قاع واخد سيولة، وبكسره اصلا هيبقى عندي تشوك، ولكن ممكن نقول ان السعر لو هيرد منه هو ينزل عايز ياخد سيولة الفير فاليو جاب او السيولة الداخلية دي، وبعد كده يبدأ يصعد. ده لو هيكمل صعود. طب احنا مش هنستنى السعر يوصل هنا، احنا نبدأ نتعامل في المناطق دي هبوط إلى حد ما إلى القاعدة. لما نفتح الفئات الصغيرة هتبدأ تفهم قصدي، ولكن إلى حد ما دلوقتي لو هنحلل الأربع ساعات بس كده كهيكل، هي أقرب منطقة الأوردر فلو ده، لأن زي ما احنا عارفين طول ما المنطقة صغيرة أو الأوردر صغير السعر مبيوصلوش. يعني ممكن السعر لو هيصعد ينزل يلم السيرة دي وبعد كده يعمل لك كده وبعد كده يبدأ يصعد طبيعي جدا. المهم ده أربع ساعات عقبال أصلا ما السعر يوصل للمنطقة دي فيها الأسبوع الجاي لا اللي بعده، ولكن ده تحليل الأربع ساعات باختصار من غير أي إيه، من غير أي شغل كتير. طيب، يبقى احنا عرفنا السعر هبط، صحح على البريكر بلوك ده. لو مش فاهم يعني ايه بريكر بلوك لسه شارحين الحلقة بتاعته في البلاي ليست التانية اللي لسه منزلينها النهاردة. طيب، تعالى بقى نمسح الكلام ده وننزل واحدة واحدة على الفيلم الصغير، نشوف هيكل الفريم الصغير حصل لي ايه. والله انا هنا حصل لي ايه، حصل لي هنا في هيكل الفريم الصغير اداني هنا شيفت. لسه برضه شارحين الهيكل في اول ثلاث حلقات امبارح او النهارده منزلينهم، فاكيد الموضوع ده عارفين ان اذا كان دي شيفت تشينج اوف كاركتر او ماركت ستراكشر شيفت، قمة اقل قاع ما بينهم، يعني مجرد فهم يعني للناس اللي لسه مبتدئة. وبعد كده برضه بص هنا لو تلاحظ البريكر بلوك السعر صحح عليه وبدأ يهبط. ماشي، لان احنا ما كناش لاقيين نماذج كتير للبريكر بلوك. هنا بص متكون كتير اهو. المهم بعد ما حصل لي تشوك انا مستني اي مناطق ابدا ايه، ابدا. هو عمل لي تشوك بعد كده اداني قاع، هبدا ان انا السعر صح ويكمل هبوط الى الان يعني. طيب، بما ان احنا اصلا اتحولنا لاتجاه هابط على الفيرمات الصغيره، فده اوردر بلوك قوي رد السعر للمنطقه. يعني هو اوردر بلوك فعلا السعر صحح عليه وبدأ يكسر، ولكن ده مش اوردر بلوك، ده سمارت ماني تراب. واكيد انتوا عارفين تراب ليه. الناس اللي حضرت اول هيكل او اول حلقتين في الهيكل عارفه التراب ده ليه. ولو انت مش عارف خش كده قول لي، لو انت شاطر يعني سوري، قول لي ده ليه قلنا سمارت ماني تراب مع انه اوردر بلوك محقق كل الشروط. ليه ده سمارت ماني تراب؟ ماشي. طيب، انا دلوقتي السعر بيصحح عشان ابدا ايه، يكسر لي القاعان بتاعتي. خلينا نمسح ده كده او نعمله كده. عندي ايه مناطق واضحة للبيع. والله انا عندي ده اوردر بلوك مخفي ولكن صغير، فالمنطقة طول ما انت بتصغرها طول ما السعر ما بيوصلهاش. ماشي، او يعني بيبقى صعب شوية.
انا عندي هنا اوردر فلو واضح جدا وضوح الشمس، انميتيجيت بنسبة كبيرة السعر ممكن يوصل له ويبدأ يهبط إلى الآن. كل ده على الساعة، خلينا نسمي ده اوردر فلو على الساعة. أنا دلوقتي بدور معاك على المناطق البيعية اللي نقدر نستهدف بيها إيه. خلينا اللي نقدر نستهدف بيها إيه؟ اللي هو أقل قاعدة، عشان يبدأ يكمل لي موجة الهبوط بتاعته بعد كل الصعود الحالي ده، أو على الأقل خالص لحد الأوردر إكستريم بتاع ال4 ساعات، أو الاوردر فلو اللي احنا قلنا عليه السعر ممكن يوصل له. طيب ركز معايا عشان الفريم الربع ساعة في شغل كتير أوي أوي أوي. يبقى احنا قلنا إلى الآن اوردر فلو، وهنا عندي اوردر مخفي في المنطقة دي، وهو أصلا متقاطع مع على فريم الساعة بريكر بلوك ميتيجيت في المنطقة دي خلاص، فمنطقة حلوة للبيع. طب هل السعر إن احنا السعر وصل للكلام ده كله؟ والله أنا إلى الآن كنت متوقع الموضوع تمام، ولكن لما فتحت بقى الإيه الربع ساعة لقيت في كلام تاني. بص يا سيدي، انا كان عندي هنا ايه، كان عندي هنا منطقة تجميع زي ما انت شايف. عندي واحد، فين، عندي هنا شوية سيولة، اتنين، تالتة. لقيتهم المنطقة دي كلها متاخدة في ايه، متاخدة بالمنطقة دي. المنطقة دي الى حد ما سترونج، ده اول سبب. طيب تاني سبب، المنطقة دي هي المنطقة دي، خلينا نعلم عليها كده، معلش يا شباب علمنا عليها علامة كبيرة كده شوية. ايوه، المنطقة دي هي اللي سبت الكسر في القاعدة. ادي برضو نقول عليها مثلا تشوك، او تشوك بسيط، او بلاش تشوك عشان الناس ما تتزاولش، خلينا نقول ان هي ماركت ستراكشر شيفت. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده انا لقيت عندي هنا سيولة تتاخد، ولقيت عندي هنا اوردر بلوك ان ميتيجيت في الحتة دي. طبعا احنا عرفنا يعني ايه اوردر بلوك ميتيجيت واوردر بلوك ان ميتيجيت في المنطقة. طيب بما ان ده اوردر بلوك ان ميتيجيت في المنطقة دي، وانا عندي سيولة هنا، يبقى بنسبة كبيرة السعر ممكن ما يوصلش للمناطق دي، والمنطقة دي قوية ان هي اللي توصل لي السعر لفين. ل... خلينا نقول ان هو اول تي بي بالنسبة لنا، وهو التراب. المنطقة دي طبعا قلنا تراب ليه، وخلينا نكتب عليها تي بي او تارجت يا سيدي، بلاش تي بي، خلينا نكتب عليها تارجت. طيب يبقى انا دلوقتي مستني السعر يصحح للمنطقة دي، وهبدأ اشوف كونفرميشن عشان ابدأ اخد لي الصفقة البيعية بتاعتي من هنا. ستوب فوق المنطقة، طبعا هيبقى فوق ال الانتري بتاعك. وبعد كده هنستهدف ايه؟ هنستهدف، ممكن نستهدف اول هدف ده، ولكن ده التارجت بالنسبة لي. طيب صفقة حلوة، ولكن برضو لما دققت شوية لقيت في حاجة هنا، تعرف ايه هي؟ ان انا عندي في الموجة دي بعد ما السعر عمل لي ماركت ستراكشر شيفت وبدأ يصعد، هو انا دي كانت عندي سيولة، ولكن دايما السعر بقول للناس ان هو السعر ممكن يكتفي ب50%. طب هل هنا انا عندي اوردر بلوك في المنطقة دي؟ اه عندي اوردر بلوك مخفي في المنطقة دي، والسعر احترمه ونزل. هناخد اوردر بلوك المخفي للناس اللي بتابعة السمارت ماني ان شاء الله الحلقة الجاية او اللي بعدها، ولكن ركز معايا في التحليل ده دلوقتي. فهل السعر ممكن يرد من المنطقة دي ويبدأ ينزل، ولا هيطلع يكسرها لي ويكمل اخده للسيولة اللي هي في المنطقة دي؟ ويا ريت ده يحصل ونشوف انت من المنطقة دي ويبدأ ينزل. انا اتوقع، يعني ما اتوقعش، انا اتمنى ان السعر يوصل للاوردر بلوك الربع ساعة. الى حد ما هو قوي، وبرضه عند المنطقة دي زي ما قلنا لها اسبابها، ولكن انا بالنسبة لي هاخد صفقة من هنا استهدف بيها ايه، التارجت ده مع انتري محترم. الى الان ده ممكن يكون اول تحليل الاول يومين في الاسبوع، او اول يوم يعني، ولكن خلينا نشوف هل ممكن يلعب في المنطقة دي شوية ويطلع يكسر لي كل الكلام ده ويردني من هنا، او هل هينزل مرة واحدة. فشاركوني تعليقاتكم واشوف رأيكم برضو في الكومنتات وخلاص.
بس يعني لو هنرسم سيناريو عشان ننزله على التليجرام، فانا شايف ان دي خلينا نقول الاوردر بلوك ده سترونج، عشان برضو الناس تاخد بالها فين السترونج. سترونج ايوه. طيب وده اوردر بلوك عادي مخفي، خلينا نسميه اوردر بلوك، ونقول ان السعر ممكن يرد لي من المنطقة دي عشان ننزله على او ممكن يرد لي من المنطقة دي. اي نعم ممكن يطلع يسحب السيولة وينزل، ولكن ده انا شايفها، يعني انا شايف بالنسبة لي ده اقرب سيناريو الى الان للباوند. وطبعا الباوند لما بيسمعش الكلام، انتوا عارفين، شفت اخر صفقة ما كانش سامع كلام التحليل وخدنا صفقة ممتازة. اي نعم ما نزلتها لكوش على التليجرام، ولكن معلش ان شاء الله لو لقيت فرصة واضحة وصريحة ان شاء الله هنزلها لكم. وبس يا سيدي، يلا السلام عليكم، اشوفكم ان شاء الله بكرة في الحاجات التحليلات التانية.